السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر خطير عن النوم بعد صلاة الفجر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك نهي عن النوم بعد صلاة الفجر؟ نقول لا، ليس هناك نهي عن النوم بعد صلاة الفجر، لكن الأفضل هو استثمار ذلك الوقت المبارك في الذكر والاستغفار وقراءة القرآن حتى شروق الشمس وصلاة الضحى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمان الله وحفظ الله. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجل، المرأة تصلي في البيت ولها نفس الأجر. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كذلك حبيبي، فإن العمل مبكرا بعد صلاة الضحى فيه من البركة ما لا يعلمه إلا الله. فقد دعا لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الطريف إن راوي الحديث ده صحابي اسمه صخر الغامدي. صخر الغامدي بيقول لك إنه كان بيطلع التجارة بتاعته كلها في الصباح الباكر، فأصبح بعد ذلك من الأثرياء ببركة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي تفتح فيه أبواب البركة. خدوا بالكم، أبواب البركة في الرزق والصحة والعلم والعمل والدعوة والبيع والشراء وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن بدأ يومه بعد الفجر بالجلوس للذكر حتى الشروق وصلاة الضحى، ثم بدأ بعد ذلك عمله أو تجارته أو دراسته العلمية أو دعوته إلى الله، فسوف يرى البركة والنجاح والإنجاز والتوفيق الذي لا يخطر على قلب بشر ورب الكعبة. أما من بدأ حياته متأخرا بعد صلاة الظهر مثلا فلن يحرم من الرزق، لأن الرزق يكون في أي وقت، ولكنه قد يحرم من البركة. عشان كده يا ريت نحرص كلنا على ركعتين قيام ليل، وبعدين نصلي الفجر، نجلس بعد الفجر نذكر المولى عز وجل لحد الشروق، ونصلي ركعتين الضحى، وبعدها ابدأوا حياتكم ستروا من البركات والخيرات والأرزاق ورب الكعبة ما لا يخطر على قلب بشر. أنا كنت أيام ما كنت بألف كتبي كنت أبدأ التأليف بعد الفجر مباشرة، أقول الأذكار وأقرأ ورد القرآن ثم أبدأ التأليف. كنت أخلص شغلي كله على أذان الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أرتاح من الظهر إلى العصر وبعد كده أكمل. لكن اللي كنت بعمله من بعد الضحى لحد الظهر كنت يعني بفضل الله كان بيبقى أكتر من اللي أنا بعمله من بعد العصر لحد الساعة 10-11 بالليل. سبحان الله، فهذا الوقت كله فيه من البركة ما لا يخطر على قلب بشر. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.